50,000 صليبي، جيش لا يهزم، وصلاح الدين قرر يقتلهم بالشمس. القدس 91 سنة تحت الصليبيين. صلاح الدين وحد مصر والشام وحلف هفتحها أو أموت وأنا بحاول. بس ما حربوش بالسيف الأول، قطع كل مصادر المية عنهم وساق جيشهم 50,000 في قيظ يوليو في أرض جرداء بدون قطرة مية. اشترك في القناة علشان اللي جاي ده أغرب من أي فيلم، مش هتلاقيه في أي حتة تانية. ولما وصلوا قرون حطين منهكين، أشعل صلاح الدين النار في الأعشاب. الدخان غطى الجيش الصليبي، والحرارة والعطش كسرت روحهم قبل ما يبدأ القتال. وأسر ملك القدس بنفسه واستولى على الصليب الأعظم رمزهم المقدس، فانهارت روحهم تماما. وبعد 91 سنة دخل صلاح الدين القدس في 2 أكتوبر 1187 بدون دم واحد. اكتب سيرف في الكومنت وهجيب أسراره الكاملة.